الكرواسان فطور ولد من راية حرب. الكرواسان الذي تأكله صباحا في باريس لم يولد في فرنسا، بل ولد في النمسا، وشكله مأخوذ من هلال راية الدولة العثمانية، ثم سافر عبر التاريخ ليصبح أشهر فطور فرنسي في العالم. فكيف تحول رمز جيش محاصر إلى قطعة فطور مغمورة بالزبدة؟ هذه ليست قصة خبز، بل قصة حرب انتهت في مخبز. في تاريخ الطعام قصص غريبة، بعض الأطباق ولدت في القصور، وبعضها ولد في أكواخ الفقراء، وبعضها ظهر بالصدفة في مطبخ صغير. لكن هناك أطباق قليلة فقط ولدت في قلب المعارك، والكرواسان واحد من تلك الأطعمة التي تخبئ بين طبقاتها قصة عسكرية حقيقية. قصة تبدأ في القرن السابع عشر في مدينة أوروبية محاصرة في ليلة كان العالم فيها نائما إلا 3 أنواع من الناس: الجنود واللصوص والخبازون. أوروبا في القرن السابع عشر. لكي نفهم هذه القصة جيدا علينا أن نعود إلى سنة 1683. في ذلك الزمن كانت قوة عظيمة تسيطر على مساحات هائلة من العالم، إنها الدولة العثمانية. امتدت أراضيها من الأناضول إلى البلقان، ومن الشرق الأوسط إلى أجزاء واسعة من أوروبا، وكانت جيوشها تتقدم بثبات نحو قلب القارة. وفي طريقها كانت تقف مدينة واحدة بالغة الأهمية، فيينا. مدينة لم تكن مجرد عاصمة، بل كانت بوابة أوروبا الوسطى، ومن يسيطر عليها يفتح لنفسه الطريق نحو ألمانيا وإيطاليا. ولهذا قرر الجيش العثماني أن يفرض حصارا ضخما على المدينة، حصارا أصبح لاحقا أحد أشهر الأحداث العسكرية في التاريخ، وهو معركة فيينا. بداية الحصار في صيف ذلك العام، وصل جيش ضخم بقيادة القائد العثماني قر مصطفى باشا. نصبت الخيام ووضعت المدافع، وأصبحت المدينة محاطة من كل الجهات. داخل الأسوار كان القلق شديدا، المؤن محدودة، والجنود متعبون، والناس يخشون أن تسقط المدينة. لكن القادة العثمانيين لم يعتمدوا على القوة فقط، بل استخدموا أيضا الذكاء العسكري. الخطة السرية: بدلا من اقتحام الأسوار مباشرة، اختار المهندسون العسكريون طريقة قديمة لكنها فعالة: حفر الأنفاق. الفكرة كانت بسيطة: يحفر الجنود نفقا تحت الأرض حتى يصلوا إلى أسفل الجدار، ثم يضعون المتفجرات، وفجأة انفجار، وبعدها ينهار جزء من السور، وعندها يصبح دخول المدينة سهلا. خطة ممتازة، ليس كذلك؟ لكن لها عيبا واحد: إنها تحتاج إلى هدوء، وأي صوت قد يفضح العملية كلها. المدينة النائمة. في تلك الليلة كانت المدينة غارقة في النوم، الشوارع هادئة والبيوت مظلمة، والناس يحاولون أن يناموا رغم القلق. لكن هناك مكانا واحدا في المدينة لا يعرف النوم: المخابز. فالخباز لا ينتظر الصباح ليبدأ عمله، بل يبدأ عندما يكون الجميع نائمين. يعجن العجين ويشعل الأفران، ويحضر الخبز الذي سيملأ الشوارع برائحته مع أول ضوء للفجر. وفي تلك المخابز كان أحد الخبازين يعمل بهدوء. بينما كان يعجن العجين، سمع صوتا خافتا، صوت طرق متكرر. في البداية لم يهتم، ربما فأر أو ربما أنبوب قديم، لكن الصوت استمر، بل وأصبح أوضح. فرفع رأسه قليلا وقال في نفسه: إن كان هذا فارا، فهو فأر يعمل في شركة حفر الأنفاق. لم يطمئن الخباز، فخرج مسرعا إلى الحراس وقال لهم: هنالك صوت للحفر تحت المدينة. في البداية ظن أنه يبالغ، لكنهم قرروا التحقق، وبعد البحث كانت المفاجأة: لقد اكتشفوا فعلا أنفاقا تحت الأسوار. وهكذا انكشفت الخطة العسكرية وفشل الهجوم. نهاية الحصار.
لم يمض وقت طويل حتى وصلت قوات أوروبية لمساندة المدينة بقيادة الملك البولندي يان الثالث. وبعد معركة كبيرة انتهى الحصار وانسحب الجيش العثماني واحتفلت المدينة بالنصر. لكن أكثر من احتفل بذلك لم يكونوا الجنود بل كانوا الخبازين. قرر الخبازون أن يصنعوا خبزا جديدا للاحتفال بالنصر، لكن ليس بأي شكل بل على شكل هلال، وهو الشكل الذي كان يظهر على الرايات العثمانية، وكأنهم يقولون بطريقة ساخرة: لقد هزمنا الجيش، والآن سنفعل شيئا أفضل، سنأكل رمزه. وهكذا ولد خبز جديد اسمه كيبفير، وهو الجد القديم للكرواسون. الرحلة إلى فرنسا مرت السنوات، ثم حدث شيء غير متوقع. وصلت إلى فرنسا أميرة نمساوية اسمه ماري أنطوانيت، وكانت قد نشأت في فيينا وتعودت على هذا الخبز الهلالي. وعندما وصلت إلى البلاط الفرنسي طلبت من الخبازين أن يصنعوا لها، لكن الخبازين الفرنسيين فعلوا ما يجيدونه دائما: أضافوا الزبدة والكثير من الزبدة، ثم بدأوا في طي العجين مرات عديدة حتى ظهرت تلك الطبقات الرقيقة، ولادة الكرواسون. وبعد التجارب ولد الشكل الذي نعرفه اليوم: خبز هش مقرمش من الخارج طري من الداخل، اسمه الكرواسون، والكلمة تعني في الفرنسية الهلال. المفارقة العجيبة في هذه القصة أن الكرواسون اليوم رمز فرنسي، لكن جذوره نمساوية وشكله مستوحى من رمز عثماني. وقصته بدأت في ليلة حرب. في المرة القادمة التي تجلس فيها في مقهى وتتناول كرواسانا مع قهوتك، تذكر شيئا واحدا: هذا الخبز البسيط يحمل قصة تمتد لقرون، قصة مدينة محاصرة، وقصة خباز سمع أصواتا غريبة في الليل، وقصة حرب انتهت بطبق فطور. إذا أعجبتك هذه الحلقة فاكتب في التعليقات ما هي الأكلة التي تريد أن نكشف تاريخها في الحلقة القادمة، لأن التاريخ أحيانا يكون ألذ من الطعام نفسه.